ماذا لو عندك قدرة على رؤية المستقبل لمدة 5 ثواني بس؟ لو عندك القدرة على رؤية المستقبل بس لمدة 5 ثواني بس، حياتك هتتغير بشكل غريب جدا. تخيل انك دايما سابق بخطوة، بس الخطوة دي صغيرة قوي، ممكن تتفادى الحاجات اللي هتحصل في اللحظة الأخيرة، زي انك تمشي بعيد قبل ما تقع حاجة عليك، او تلحق تمسك الحاجة قبل ما تقع. في الشغل مثلا ممكن تستخدمها عشان ترد الرد المثالي في أي موقف، او تكسب أي تحدي سريع. او في الألعاب هتبقى أسطورة في أي حاجة فيها سرعة رد فعل، سواء بلاي ستيشن، شطرنج سريع، او حتى ورق كوتشينه. بس المشكله ان 5 ثواني مده قصيره جدا، مش هتعرف تستخدمها في حاجات كبيره زي الاستثمار او التنبؤ بالمستقبل البعيد، وده يخليها نعمه ونقمه في نفس الوقت. هتبقى عبقري في المواقف السريعه، لكن هتحس ان ناقصك حاجه في القرارات الكبيره. في الحب والعلاقات، انت بتكلم حد معجب بيه ومش عارف تقول ايه، قبل ما ترد بتشوف رد فعله المستقبلي فتعدل كلامك بحيث يبقى مثالي. لو حد بيكذب عليك تقدر تكتشف ده في نفس اللحظه، لانك شفت رد فعله قبل ما يحصل. او مثلا تخيل انك بتعمل مفاجاه لشخص معين مهم في حياتك، وبتقدر تعرف رد فعله قبل ما يشوف الهدية، فلو حسيت انه مش مبسوط تقدر تغيرها في اخر ثانية. لكن كل ده جميل، بس تخيل ان عقلك بقى مدمن على استخدام القدرة دي، تبدأ تفقد متعة العفوية في الحياة، لانك دايما عارف اللي جاي. قراراتك هتبقى محسوبة بزيادة، فتبدأ تفقد الاحساس بالمخاطرة والإثارة. والأسوأ، لو في لحظة مصيرية شفت نفسك بتموت بعد 5 ثواني، هتعمل ايه؟ الموضوع ممتع ومخيف في نفس الوقت. تحب تعيش التجربة ولا تحس انها تاخد منك متعة الحياة؟